جمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها في رسوم بيانية. حتى يتمكن العلماء وعلماء الآثار من دراسة الظواهر أو حل المشكلات، لابد من جمع البيانات المتعلقة بها. يمكن جمع البيانات من مصادر مختلفة. هذه المصادر قد تكون الكتب، أو قد تكون الكتب والمقالات الرقمية أو المطبوعة، قد تكون الأبحاث، استطلاعات الرأي، السجلات والتقارير، نتائج التجارب. تحليل البيانات. عملية تحليل البيانات: عليك مراجعة البيانات التي جمعتها بعد أن تنتهي من تحليلها، ثم شرح معانيها. يمكنك استخدام البيانات لتكتشف ما حدث في الماضي ولماذا، وما قد يحدث في المستقبل، وما يجب فعله في هذا الخصوص. اتخاذ القرار في هذا في الوقت الحالي. والبيانات الأكثر شيوعا قد تجمع كما هائلا من البيانات، لذلك من الأفضل أن تستخرج منها الأنماط المتكررة لتتمكن من تحليلها. الأنماط المتكررة يعني المتكررة الحدوث، كما تستطيع البحث عن جوانب محددة لهذه البيانات لكي تفهمها بشكل أفضل، ثم تفسر ما وجدته فيها من معان بهدف تنظيم البيانات في رسم بياني. الرسم البياني: عندما تنتهي من تحليل المعلومات التي تم التوصل إليها، تصبح جاهزا للتعبير عنها في رسم بياني. الرسم البياني الأكثر شيوعا هو الرسم البياني العمودي، إذ يعرض فئات مختلفة من المعلومات ويقارن بينها بوضوح. يمكنك رسم الرسوم البيانية على ورقة أو إنجازها باستخدام برنامج جداول البيانات